ليه بنسيب حاجات أصلا مش في إيدينا تبوظ يومنا وتسرق مننا راحة بالنا؟ ده سؤال لو فكرنا فيه كويس ممكن جدا يكون أهم سؤال نسأله لنفسنا، والإجابة عليه فعلا ممكن تقلب حياتنا للأحسن. في شرح النهاردة هنلاقي إن الحل مش في تكنولوجيا جديدة ولا نصيحة ترندي، لأ. الحل في حكمة عمرها أكتر من 2000 سنة، جاية من فيلسوف رواقي عظيم اسمه إبيكتيتوس. خلينا نشوف إزاي فلسفته البسيطة والعميقة جدا دي ممكن تكون هي المفتاح اللي كلنا بندور عليه في عالمنا المليان ضغط ده. وقبل ما نغوص في حكمة إبيكتيتوس، لو حسيت إن الكلام ده ممكن يلمس حاجة جواك أو يفرق معاك، دعمك لينا بالاشتراك واللايك هيساعدنا نوصل الأفكار دي لناس أكتر محتاجاها. وخليك مستعد تشاركنا في آخر الفيديو أكتر فكرة علقت معاك. طيب نخش في الموضوع على طول. أول وأهم قرض عند إبيكتيتس، واللي بتعتبر أكبر تحول في طريقة التفكير أي حد ممكن يعمله، هي إنه يفرق بوضوح بين حاجتين: الحاجات اللي فعلا نقدر نتحكم فيها، والحاجات اللي ببساطة كده بره سيطرتنا تماما. بصوا، الفكرة هنا بسيطة قوي بس قوية جدا. عالمنا اللي جوه ده هو مملكتنا الخاصة. أفكارنا، أحكامنا على الأمور، رغباتنا، دي حاجات نقدر نشكلها ونتحكم فيها. لكن بقى العالم الخارجي، صحتنا، فلوسنا، سمعتنا، كل ده خارج سيطرتنا المباشرة. دي حاجات متقلبة بطبيعتها. ولما بنعلق سعادتنا وراحة بالنا على الحاجات اللي مش في ايدينا دي، احنا حرفيا بنحكم على نفسنا بالخيبة والقلق. كل لحظة بنقلق فيها من رأي الناس فينا أو بنتعصب بسبب ظرف حصل غصب عننا، دي طاقة بنرميها في الهوا. طيب، سؤال منطقي جدا. لو مش هنقدر نتحكم في الأحداث اللي بتحصل لنا، هنتعامل معاها إزاي؟ هنا بقى بتيجي إجابة إبيكتيتوس اللي بتنقلنا للقاعدة التانية، وهي إن القوة الحقيقية مش في تغيير الحدث نفسه، لكن في تغيير حكمنا إحنا عليه. الجملة دي يا جماعة هي أساس الفلسفة كلها. اللي بيوجعنا وبيسبب لنا الألم مش هو اللي بيحصل بره، لأ، ده التفسير أو الحكم اللي عقلنا بيطلقه على اللي بيحصل ده. وده معناه إن ريموت كنترول مشاعرنا في إيدينا إحنا، مش في إيد الظروف. إبيكتيتوس هنا بيستخدم مثال قوي جدا عشان يوضح الفكرة. الموت. الموت في حد ذاته حدث طبيعي، جزء من الحياة، لكن حكمنا عليه بإنه شيء فظيع ومريع هو اللي بيخلق كل الرعب والألم اللي بنحس بيه. تخيلوا لو قدرنا نغير الحكم ده، التجربة كلها هتتغير. ودي دعوة عملية جدا لينا كلنا. المرة الجاية لما نحس بالإحباط أو الزعل، قبل ما نلوم أي حد أو أي حاجة برانا، نقف لحظة ونسأل نفسنا: إيه هو الحكم اللي عقلي عمله دلوقتي وسبب الشعور ده؟ مجرد السؤال ده هو أول خطوة في طريق التغيير. تمام، يبقى احنا فهمنا إننا نقدر نتحكم في أحكامنا. إبيكتيتس بياخد الفكرة دي لمستوى أبعد عشان نفهم مكاننا في الدنيا كلها، وبيقدم لنا تشبيه عبقري. تخيلوا إن الحياة دي مسرحية كبيرة، وإحنا كلنا ممثلين على المسرح ده. مهمتنا مش إننا نختار الدور بتاعنا، ده مش في إيدينا. ممكن دورنا يكون بسيط أو معقد، ممكن يكون قصير أو طويل. مهمتنا الوحيدة هي إننا نلعب الدور ده بأفضل شكل ممكن، بكل إتقان وتفاني. لما نتقبل الدور اللي الحياة اديتهولنا، دي بتكون أول خطوة للسلام النفسي. والتشبيه ده بيكمل الصورة وبيوضح لنا فكرة عدم التعلق. يعني مفيش مشكلة نستمتع بالحاجات الحلوة اللي في حياتنا زي أهلنا أو شغلنا، بس لازم نفضل فاكرين إن الحاجات دي مش ملكنا للأبد. بالظبط زي البحار اللي مستعد في أي لحظة يسيب كل حاجة ويرجع للسفينة أول ما القبطان ينادي عليه. تمام، كل ده كلام نظري جميل قوي. نطبقه ازاي بقى عمليا؟ الجزء الاخير ده هو الدليل العملي بتاعنا. زي ما بنروح الجيم ندرب عضلات جسمنا، دي مجموعة تدريبات عقلية بسيطة عشان ندرب عقلنا على الهدوء والسكينة. الخطوات دي هي روتيننا اليومي للتدريب. أولاً، لما تجيلك فكرة أو انطباع يزعجك، وقفه واسأل: هل الموضوع ده في سيطرتي ولا لأ؟ ثانياً، بدل ما نعاند في الواقع، الأحسن إننا نطلب إن الأمور تمشي زي ما هي بتمشي، لأن في ده الحكمة. ثالثاً، نفتكر دايماً إن السلام النفسي له تمن، وتمنه هو إننا نبطل نزعل على الحاجات الصغيرة اللي مش في إيدينا. وأخيراً، لما نفقد حاجة بنحبها نغير نظرتنا للموضوع. الحاجة دي ما كانتش ملكنا أصلاً، دي كانت أمانة أو وديعة، ودلوقتي رجعت لصاحبها. في النهاية، خلاصة حكمة إبيكتيتس كلها بتتلخص في الجملة دي: الحرية الحقيقية مش إننا نسيطر على العالم اللي برانا، لكن في إننا نتخلى عن محاولة السيطرة دي أصلاً، ونركز كل طاقتنا على عالمنا الداخلي اللي هو فعلاً ملكنا. ودلوقتي السؤال ده مش ليا بس، ده لينا كلنا. بعد كل اللي سمعناه ده، يا ترى إيه هو الحكم الصغير اللي نقدر نغيره في حياتنا النهاردة دلوقتي عشان نكسب مساحة أكبر من السلام والهدوء؟ هستنى بفارغ الصبر أقرأ أفكاركم في التعليقات.